هل تستمر بورصات العالم في النزول؟ البورصة المصرية نزلت والبورصة الأمريكية وبورصة الإمارات وبورصات العالم والسلع والذهب والفضة وكل حاجة نازلة. أول حاجة أنا عايزك تتفائل وهقول لك ليه في الفيديو ده رقم واحد. هقول لك شوية تحليلات وهقول لك توقعي للي بيحصل، خاصة أنا بقول لك أنا بقالي 21 سنة في الكلام ده، فأنا شفت السيناريو ده قدامي كتير، اتكرر قدامي كتير، مش عارف أقول لك بقى كم مرة. رقم واحد بس بفكرك ان في جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، جوه معلومات تعليميه عن البورصه والفضه والذهب والبورصه المصريه والبورصه الامريكيه وحاجات تانية كتير، وجواه معلومات تعليميه كتير مش بحطها هنا، مش بحطها غير في الجروب. رقم اتنين، انا شفت السيناريو ده قبل كده قدامي عشرات المرات. تحصل ازمه ايا كانت هي الازمه ايه، خلاص اكيد كلنا زعلانين ان حصل ازمه، لكن خلينا نتكلم في بورصه صرف. يحصل حاله من الهلع، تبدا الناس تبيع، شيء طبيعي جدا. تبدا الازمه تكبر، كل يوم تصعيد جديد، يا نهار ابيض الازمه عماله تكبر تكبر، نوصل لمرحله الازمه بقت بشعه خلاص، مثلا زي ما ايام الكورونا خلاص بقى بداوا يغلقوا المدن والدنيا بدات تبوظ خالص. طيب عند النقطه دي بيكون خلاص الناس اللي خاف روح، واللي عنده حاله من الهلع، والناس تخوف بعض، وتلاقي الاخبار تفتح. انا مش بكلمك عن اخبار وحشه، بكلمك بقى عن الاخبار اللي هو بيعتبر كانه تحليل، لكن هو مش تحليل اقتصادي، هو عباره عن 99% شخص خايف ومرعوب ومسنود على مثلا معلومه شايفها من زاويه غلط او محللها من زاويه غلط، والسيناريوهات بقى المتشابهه، وتلاقي الكلام ده كله بدا ينتشر. ودي الطبيعه البشريه اللي بتحصل كل مره تحصل ازمه من دي. طب بيحصل ايه؟ بتيجي عند اعلى نقطه في الازمه، عند قمه الازمه، عند النقطه اللي خلاص مفيش حاجه في الازمه ممكن تكون اوحش من كده، ومش بقول لك ان احنا فيها النهارده، بس في اعتقادي ان احنا قريبين جدا. بيبدا ان فجاه الاخبار بتبدا تتحسن، لسه الاخبار وحشه، لسه الاخبار سيئه، لكن البورصه ما بتطلعش لما الاخبار تبقى حلوه، البورصه بتطلع حتى لو الاخبار السيئه بدات تبقى اقل سوءا، وبالتالي تبدا تلاقي الاسهم بدات تمسك مكانها، وبدات الاسهم تعكس الاتجاه شويه، وبدات الاسهم تطلع، ولسه برضو الناس اللي بتقعد بره تخوف وتحذر ويبقوا قاعدين خايفين وبتاع. وفجاه لما الازمه تتحل حتى نسبيا او حتى يبان بوادر، بتبدا تلاقي في الغالب ان الدنيا بتتحرك في الاتجاه العكسي تماما، وتلاقي كل اللي قاعدين بره دخلوا يشتروا. طبعا الشخص اللي فاهم هو الشخص، او الشخص اللي عارف بيعمل ايه، هو اللي بيكون منقي وقت في الازمه مرتفع جدا، مش لازم يكون جاب قمه الازمه على فكره، لان مهما حاولت انت عمرك ما هتحدد القاع، ولو حددته حتى جه معاك هتحدده بالصدفه، لكن انك تعرف تحدد ان الفالويشنز، الاسهم دي اسعارها النهارده تمام. وخلي بالك من حاجه، في اسهم بتتظلم. يعني ايه؟ يعني اي ازمه في الدنيا بتاثر على نوع معين او انواع معينه من الشركات بالسلب، وممكن التاثير السلبي ده يستمر، لكن في شركات هي بتنزل مع الزحمه، هي نازله عشان في حاله من البانيك والهلع في السوق، فكله بيبيع. لو انت بتعرف تختار صح هتعرف تحدد الاسهم المصدومه دي، بقى الموهبه انك تعرف تحدد ايه السهم اللي اتظلم والمفروض ان هو يتعافى اول ما الازمه تبدا تتحسن، وايه السهم اللي هو في الغالب هيفضل مضغوط عليه. وطبعا تحليل الاسهم وتحديد قيمه الاسهم وتحليل الاسهم بطريقه محترفه، دي برضو من الحاجه اللي انا بعلمها لك، وممكن تبص على الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه لو مهتم. الخلاصه رايي الشخصي، انا متفائل ومستني الازمه المؤقته دي تعدي، زي ما عدت 50 ازمه قبل كده كلهم شبه بعض، كلهم بنفس السيناريو. لكن نصيحتي ما تجريش مع القطيع، ما تجريش ورا الزحمه، ما تجريش ورا المشاعر، خاصه لو انت مش عارف. يعني انا بقرا الاخبار كلها، بشوف الدنيا كلها، لكن لو انت مش محترف، ما عندكش الداتا، ما هو في الاخر الثقه من عدم الثقه في البورصه بتيجي من ان الواحد فاهم بيعمل ايه. لو انت مش فاهم، خبر هيوديك وخبر هيجيبك، وكل واحد كاتب لك بوست سلبي سيء طوله 3 صفحات، وفي النهايه جواه معلومه واحده و90% تخويف، هتلاقي نفسك رحت ايه ورا الشمس. خلي بالك، اتعلم كويس، اتعلم من المحترفين، مش لازم يكون انا، دور على محترفين تثق فيهم وتعلم من المحترف، لان اي حد في الدنيا ممكن يعمل بوست على الفيسبوك، كلنا عندنا زرار بوست،